السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بودكاست جدلي ها. فريقين، وينج يمين وينج شمال، اهلي وزمالك. النهارده معانا بودكاست بيتكلم عن اكتر علاج فعال لمرض السمنه حسب ما يثار ويقال، اللي هو ايه؟ جراحات السمنه. ولما نيجي نتكلم عن جراحات السمنه يبقى لازم يبقى معانا المتخصص، مش اي متخصص، لازم يبقى متخصص فير، بيفكر بطريقة علمية وعملية صحيحة، وراجل يعني بيقول الحق وربنا معاه. فاحنا معانا النهاردة دكتور مصطفى جمال. ازيك يا دكتور؟ اهلا دكتوره نيلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مستعد طبعا، بس انا مش شايف ان هم فريقين، انا شايف ان احنا كلنا كولابوريشن طالما كل واحد شغال صح لمصلحه المريض. طب يا رب نوصل في اخر البودكاست ان ده يوصل للناس يعني. طيب اول حاجه عرفنا حضرتك على نفسك بتخصصك بشهاداتك، لان كل ما هيقال بعد كده لازم يبقى الناس فاهمين ان هو بيقال من شخص طول عمره بيشتغل وبيتعلم عشان يقول الكلمتين اللي هيقولهم النهارده. تمام. انا دكتور مصطفى جمال، استشاري جراحه السمنه المفرطه وجراحات المناظير، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، كليه طب اسكندريه 2004، في مجال جراحات السمنه وجراحات المناظير من سنه، يعني احنا بنتخرج سنه 2004، بنبدا شغل الجراحه على طول بعدها مجرد ما نخلص امتياز 2006. فخبره طويله في المجال ده. اشتغلت بقالك تقريبا 18 سنه كده تقريبا، صح كده؟ كبرتنا يا دكتور مصطفى. مش عارف مش هقول انك دفعتي بقى، خلاص مش عارف. طيب التخصص جراحات السمنه ده تخصص، يعني حضرتك بتبقى جراح سمنه ولا حضرتك اصلا جراحه عامه ده تخصص واتشهرت بانك جراح سمنه؟ مش هو طبعا التخصص في البدايه بيبقى الجراحه العامه، والجراحه العامه دلوقتي ما بقاش فيه جراحه عامه من غير جراحه المناظير الجهاز الهضمي، اللي هي العمليات اللي بتجرى للجهاز الهضمي، سواء زي العمليات الشائعه، استئصال الزايده واستئصال المراره واصلاح الفتق واصلاح الحجاب الحاجز وهكذا. كل العمليات دي من عمليات الجراحه العامه. زمان كانت بتتعمل بالجراحه المفتوحه، دلوقتي في اخر 20 سنه بتتعمل بجراحات المناظير، جروح صغيره جدا نص سنتي او سنتي، بحيث انها بتحسن التعافي، المريض بيقدر يرجع شغله اسرع، الم اقل، كوزميزيس احسن. من ضمن جراحات الجهاز الهضمي جراحات السمنه المفرطه، اللي هي تكميم المعده وتحويل المسار، برضو اول ما بدات في اواخر التسعينات كانت بادئه بالجراحه المفتوحه. طبعا جراحات السمنه المفرطه قديمه، يمكن احنا بنقول في اواخر التسعينات لما بدات تظهر في مصر، انما هي ظهرت في العالم من قديم جدا جدا يعني هنقول بقى لها فوق 20 سنه في مصر. فوق 20 سنه في مصر طبعا. تمام. فوق 20 سنه في مصر، وبدايتها في العالم يمكن كانت في الستينات كمان، وبدايتها تاريخيا يمكن دي حاجه يعني ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. اول جراحه لعلاج السمنه المفرطه اتعملت في التاريخ المدون كانت في الاندلس. كان في ملك اسمه سانشو، كان وزنه فوق 200 كيلو، وبسبب وزنه فقد ملكه، فلجأ للخلافة الإسلامية في الأندلس وقتها، لأن الطب كان متقدم جدا وقتها عندهم، وطلب إن هو يتعالج عندهم، ففعلا عالجوه بالجو وايرنج. عملوا له وايرنج لأسنانه بحيث إن هو ما يقدرش ياكل، يعني زي ما يكون لزقوا له فكينه في بعض بالظبط جو وايرنج زي اللي بيتعمل دلوقتي في انديكيشنز تانية. جو وايرنج بسلك، ولزقوا اسنانه في بعض بحيث انه ما يقدرش ياكل وما يقدرش يمضغ لمده سنه. وبعد كده عملوا دي وايرنج بعد سنه، خلال سنه كان وزنه بقى 80 كيلو ورجع خد ملكه تاني. وفي صور مرسومه، طبعا مش صور فوتوز بس، في صور مرسومه تاريخيا لسانشو الثاني، ممكن الناس تسيرش عليه، سانشو ذا سكند، بري وبوست. طب وما تابعناش تخن تاني ولا ايه الموضوع؟ ولا ممكن يكون الراجل تخن تاني واحنا ما عرفناش؟ وارد مش عارفين. طب يعني احنا اليومين دول او الكام سنه الاخيره جراحات السمنه واخده يعني ترند مش طبيعي. تفتكر حضرتك من وجهة نظر الجراح ليه الترند ده؟ ليه الناس كلها شايفة ان هو الحل السحري؟ يعني انا كل الفيديوهات اللي انا بعملها مع شروق، اللي هي دايما بتطلع معايا كبطلة فوازير او فيديوهات او كذا، اعملي تكميم وخلاصي. وجهة نظر حضرتك كجراح، الموضوع ليه انتشر قوي كده؟ هو في جزء منه ان فعلا النتائج الجراحات دي اتحسنت، والمضاعفات اللي كانت بتحصل في اول 20 سنة اللي فاتوا ما بقتش موجودة. وفي جزء تاني استسهال من اطراف مختلفة، استسهال من المرضى واستسهال من بعض مقدمين الخدمات الصحية، سواء يعني أطباء أو مستشفيات، أن يبقى في حالات even لو not indicated، طالما المريض موافق يلا نعمل عملية وخلاص كبزنس، وده مش صح. طب معلش عشان بس الحتة دي نوضحها للمستمعين والمشاهدين، حتة الاستسهال ده من الكير جيفر، يعني من مقدم الخدمة نفسه. يعني ممكن الجراح نفسه يدخل حالة not indicated، يعني مش ممكن تحل مشكلتها بتاعت السمنة بطرق تانية غير الجراحات؟
ايوه تقصد كده؟ خلينا نعرف الاول ايه هي جراحات السمنه المفرطه. هي جراحات علاجيه وليست جراحات تجميليه. جراحات علاجيه يعني اللي بيعملها لازم يكون فعلا عنده مشكله صحيه تستدعي ان هو يعمل العمليه دي. ايه ده لسه حد قال لي انا كنت زايد 5 كيلو دخلت عملت جراحه. لا دي حاجه ما ترضيش ربنا اساسا. يعني الدكتور اللي دخله يعمل جراحه عشان 5 كيلو ده يعني يحاسب؟ المفروض علميا يحاسب. لو مم. في جهه بتحاسب ده يحاسب. طيب يعني هي حاجه علاجيه عشان الصحه. هي حاجه علاجيه بتتعمل في انديكيشنز معينه. لازم يكون معامل كتله الجسم اعلى من 40 او من 35 ل 40 ويكون في كوموربيديتي يعني يكون في مرض مصاحب سواء ارتفاع في مقاومه الانسولين او مرض السكر او صعوبه التنفس اثناء النوم اللي بتوصل احيانا لانقطاع التنفس وانسداد التنفس. مش مجرد ان الانسان لما بينام بيطلع صوت مثلا، لا، ومشاكل المفاصل، الديسلايبيديميا، حاجات اللي بنسميها ميتابوليك سندروم، مجموعة أمراض مرتبطة بالسمنة. الأمراض دي لو موجودة بشكل يأثر على الكواليتي اوف لايف أو يأثر على، هما بيسموها لايف اكسبكتنسي، بس احنا طبعا لايف اكسبكتنسي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن يعني بس يأثر عشان على الناس quality of تفهم life. كواليتي اوف لايف بمعنى ان هو مش قادر يقوم بمهامه اليوميه المعتاده بشكل لائق. بالظبط. يعني واللايف اكسبكتنسي على حسب الغرب والعلم ان هو ممكن تاثر في عمره، يعني بالزبط. تصيبه بامراض تموته. بالظبط. لكن ان حد عنده زياده 10 كيلو او 15 كيلو او ايفن 20 كيلو ويقول ان حلي الاول هو ان انا اعمل عمليه، لا. اول سؤال خالص. جدلي، مين اللي يقرر الحاله تخش عمليه ولا ما تخشش؟ تيم، مش مين واحد التيم بس. ده يا دكتور؟ مش واحد بس. احنا بنقول جايد لاينز واضحه. ايه إن جايد لاين اللي هي الانديكيشنز ان بي ام اي اباف مرجعيه علميه. مرجعيه علميه. معامل كتله الجسم اعلى من 40 او من 35 ل 40 مع وجود كوموربيديتي. طيب ريسنتلي في سنه 2022 نزلوا بالارقام دي خمسات، قالوا ممكن اباف 35 او من 30 ل 35 مع وجود كوموربيديتي. اللي هي كتله الجسم تبقى اقل من 40 ممكن يتعمل، واقل من 35 ممكن يتعمل. يعني الكلام الجديد اللي بيتقال ان ممكن من 30 ل 35 لو حد معامله كتله جسمه 32 مثلا وعنده سكر يعمل عمليه. طب معلش ده كلام اللي اتقال جديد. تعالي نتكلم بقى على ارض الواقع. هناقشك بس في الحته دي. الخناقه ابتدت. لا بالعكس، انا معاكي ديب انسايد. الجراحين اللي صادقين مع نفسهم قوي شايفين ان ده بوشنج تجاري جامد قوي من جهات مختلفة، قد تكون منها الجهات المستفيدة سواء الشركات المنتجة لبعض المستلزمات الجراحية أو بعض الجمعيات اللي بتستفيد من انتشار العمليات دي، هي اللي بوشنج الجايد لاينز عشان تطلع الأرقام الغير منطقية. أنا مش مقتنع شخصيا إن حد معامل كتلة الجسم 31 أو 32 يدخل يعمل عملية بارياتريك سيرجري. أنا مش مقتنع. طب خلينا بس ناخدها بالراحة. معامل كتلة الجسم ده اللي هو الوزن، كتلة الجسم اللي هو الوزن على مربع الطول بالمتر. مظبوط. عشان بس الناس تحسبها. مظبوط. لو طلعت من وجهة نظر حضرتك كجراح أكتر من 40 ده داعي أو انديكيتور لحضرتك إن أنا ممكن أدخله يعمل جراحة. أنا ممكن أدخله يعمل عملية. أنا ممكن أدخله يعمل عملية، بس الصح عشان أخد أحسن نتيجة إن ده يتم من خلال بانل. يعني إيه؟ يعني أنا كجراح هبقى شغال متوافق مع مجموعة من التخصصات الأخرى اللي بتعالج السمنة، منهم النيوتريشنست ومنهم الاندوكراينولوجيست، خلينا نتكلم يعني منهم طبيب التغذية ومنهم طبيب الغدد الصماء وطبيب الأمراض النفسية. لأن في ناس بيبقى عندها الموضوع نفسي أكتر ما هو. طب لو أنا طبيب التغذية وبقول لحضرتك إن معامل كتلة الجسم ده لا يمثل تقييمي للحالة إذا كان عندها سمنة ولا لا. مظبوط. في ناس إزاي هو يبقى المرجعية بإني أدخله يعمل العملية؟ هنا الديبيت ممكن أو حد الخلاف. يكون معامل كتلة جسمه عالية عشان كتلة العضلات عنده عالية، أو الدهون بتاعته مش واصلة لدرجة الأذية بالزبط. لسه. وبعدين في نقطة تانية، ما حضرتك علشان البيشنت ده يجي لحضرتك هو لازم يكون من خلالي، أو هو لازم يكون عدى عليا. مش هنتكلم عن السيستم اللي موجود في مصر أو الدول العربية. هو لازم البيشنت يجي لنا الأول، فأنا لازم أحاول محاولات جادة علمية عملية تليق على هذا المريض قبل ما أقول له روح اعمل عملية السمنة. اللي بيحصل في أوروبا إنه لو هو طلب الخدمة الطبية مباشر في عيادة الجراحة، عيادة الجراحة بتريفير الأول على عيادة التغذية. أيوة. ولازم يقعد مع عيادة التغذية على الأقل 6 شهور. شكرا. طيب عيادة التغذية قعد فيها 6 شهور وبعد كده عيادة التغذية قررت بالاتفاق مع بقية التخصصات إنه يعمل عملية. الجراحة بيطلبوا إيه بقى؟ خلاص ده انديكيتد واتحط على لستة العمليات. بس نقف انه هي اللي حولته لحضرتك. ايوه. يعني هو دلوقتي عايز يخلص ويعمل عمليه جراحه سمنه، لا هتروح للتغذيه الاول، وبتاع التغذيه هو اللي هيقول لك المتخصص اذا كنت بعد المحاولات تعمل عمليه ولا لا. الحته دي اللي انا بقولها بالشكل ده صح ولا غلط؟ الحته دي صح.
شكرا. اوكي، تعالي نتكلم عن الحته اللي بعدها، ان هو خد مع عيادات التغذيه اللي بيحصل في اوروبا، وده اللي شفناه في الاماكن اللي اشتغلنا فيها في اوروبا، خد مع عيادات التغذيه 6 شهور وقرروا ان ده هيعمل عمليه وتحط اسمه على الليست بتاعه العمليات. الجراحه بقى بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له انت لازم تدخل نظام غذائي للتحضير للعمليه. شكرا. يعني الاول تغذيه، تمام. بعدين اللي هو انت حضرتك بتقول 6 شهور كمان، يا ريت، وبعد كده متخصص التغذيه يحوله على حضرتك بقى تحضره للعمليه عن طريق التغذيه. ايوه، يبقى حضرتك لازم يبقى بينك وبين متخصص التغذيه لينك، مظبوط. وهو يبقى الفيرست ستيب او اول خطوه ما بينك وما بين المريض. هو لازم يكون في السن. تعاون مش تنافس. عشان كده انا ما كنتش مقتنع بان احنا اهلي وزمالك. يا إحنا دكتور منتخب ده مصر. رأي حضرتك. طب انا هقول لحضرتك حاجه، وانا عارفه ان انا لما بقولها على في البودكاست ده ممكن يعمل مشاكل، بس ده حصل والله، ربنا يحاسبني. انا كنت قاعده مع جراح سمنه، فبتكلم معاه على مستوى علمي وعملي يعني. فانا بتناقش معاه، يا دكتور ليه عندنا في مصر عيادات جراحات السمنه ما فيهاش متخصص تغذيه بيحضر الحاله للعمليه؟ ليه حضرتك عايز شغلي معاك؟ هو كان عايز يشتغل معايا يعني يبقى ما بعد العمليه. هو قال لي جمله انا عمري ما انساها. قال لي يا دكتوره، هو انا لو بعتلك المريض والمريض تجاوب مع الدايت بتاعك، مش هو كده هيبقى وقع مني؟ هيكمل في الجمله دي الدايت اتقالت ومش لي في هيعمل وشي، عمليه. هيكمل طبعا. خلاص هو بالنسبه له مش هيبقى ايه كاستمر، مش هيبقى يعني هنقولها بطريقه شيك، مش هيبقى البيشنت بتاعه، هيبقى البيشنت بتاعي انا. فده بالنسبه له هو عبر كده بشكل مباشر. طبعا انا ما بقولش ان ده بيمثل كل الجراحين، ولكن الموضوع قلب لانه في بعض مش كل طبعا، مع احترامي الشديد لزمايلي، انه في ناس اللي هو جراحه السمنه بالنسبه لهم ده شغل، ده اكل عيشه. بص يعني للاسف جراحه السمنه في مصر الاعم الاغلب منها حاليا مش ملتزم بالجايد لاينز، المرجعيه العلميه. مش للاسف في كذا حاجه منها الانديكيشنز بتاعت العمليات، منها الحد الاقصى لعدد العمليات اللي ممكن يتعمل في اليوم اللي يقدر تيم الجراحه يديليفر كواليتي موحده. لا ثانيه واحده، انت أيوة. قصدك ان ممكن الجراح يخش عدد عمليات في اليوم الواحد كتير، أيوة. لدرجه انه في اواخر العمليات ياثر؟ بالظبط، للاسف ده موجود للاسف. ايه ده؟ يعني انا لو داخله جراحه سمنه لازم اسال انا دوري رقم كام في الطابور بتاع الجراحات؟ يفضل. دي معلومه حلوه قوي. لا دي ما انا بقول لحضرتك. الحاجه التانية، خلاص احنا بنعمل عمليه مش هنتكلم بقى في الخطوات الفنيه اللي ممكن تفرق من واحد للتاني وفيها وجهات نظر واختلافات وديبيتس بين الجراحين. احنا بنتكلم في الف ب علم الميكروبيولوجي وعلم الانفكشن كنترول والتعقيم، مكافحه العدوى. ايوه. الادوات اللي بتستعمل في العمليه، الدباسات ويد الكي، الفيس سيلينج ديفايس اللي بتكوي الاوعيه الدمويه حوالين المعده، والتروكرز والحاجات دي، الادوات دي كلها مصممه زيها زي السرنجات، تستعمل مره واحده فقط لمريض واحد فقط. للاسف اللي بيحصل في مصر انها بتشتغل حالتين وثلاثه واربعه وخمسه ويمكن اكتر من كده. انت هعرف منين؟ انا مريضه هعرف منين حاجه زي كده؟ للاسف في عايز اقول لحضرتك ان الاعم الاغلب بالطريقه دي. طيب المريض هيعرف منين واحنا بنحاول ننشر ونعمل يعني اويرنس وبنحاول نوعي الناس ازاي تعرف؟ فاخترعنا طرق مختلفة علشان نعرف الناس انت تعرف ازاي. بقينا بنخلي الشركات المنتجة للدباسات دي تجيبها في باكج مكتوب عليها السنجل يوز وتروح للبيشنت اوتو، البيشنت يستلمها ويتاكد ان هي الاصليه مقفوله بتقفيل المصنع. انت حضرتك لازم تنبهه لحاجه زي كده. هو ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى لنا اكتر من 15 سنه. يعني معلش، رقم واحد انه الحاجه اللي بتستخدم في عمليه تبقى استخدام واحد فقط، سنجل يوز مره واحده فقط. رقم طب هو هيعرف ازاي؟ هو مراقبني ولا شايفني اثناء العمليه؟ هو مش شايف. فاحنا بقينا بنجيب الكيت كلها كامله، ومش الدباسه بس، ان في ناس بتبقى فاكره ان الموضوع انا والله ده انا جابوا لي الدبابيس. لا، ده هي الكيت دي كامله فيها 10 قطع، فيها الدباسه و6 دبابيس و3 تروكر ويد كي. ال10 قطع دول كلهم المريض يستلمهم في اوضته. يستلمهم في اوضته قبل العمليه، يتاكد انهم متقفلين بتقفيل المصنع، ويتاكد انهم حاجات فعلا براندز محترمه سنجل يوز، وبينزل بيهم العمليات. ومجرد ما بياخد تخدير بنبدا تسجيل العمليه، علشان الوقت اللي هو فيه في التخدير احنا مسجلين لنفسنا فما نقدرش نتلاعب فيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المفروض ان كل العمليات بتتسجل عشان لا قدر الله لو في اي حاجه بعد كده محتاجه مراجعه تتراجع. يعني انا ممكن اطلب من الجراح يسجل لي عمليتي؟ هو الاساس ان المفروض العمليه بتتسجل، الاساس. حضرتك بتقول بقى شويه حاجات هتعمل مشاكل. ايه؟ لا، هو حضرتك داخل تعمل عمليه جراحه سمنه، اي عمليه حتى لو داخل اعمل زايده او مراره او فتقه او اي عمليه شائعه، اي عمليه المفروض انها متسجله. خلاص، هو كده الجراح مسجلها. واذا لا المفروض، واذا لم يتم تسجيل العمليه فده تقصير من الجراح ومن المستشفى. المفروض العمليات كلها تتسجل
ليه على الاقل لا قدر الله لو في اي مضاعفات او اي شيء الناس تقدر ترجع وتشوف المشكله كانت فين وتصححها. ده بيسهل تصحيح اي مشكله لا قدر الله لو حصلت. انا مش بقول كده عشان بقول المشاكل موجوده كل يوم، على فكره المشاكل دلوقتي نادره جدا تكاد تكون منعدمه. ده مع حضرتك ولا في المجمل؟ لان انا كنت بحضر محاضره عن جراحات السمنه، وكان اول حاجه اتقالت انه المورتاليتي ريت او نسبه الوفيات قليله جدا، ولكن ستيل نسبه المضاعفات اللي بتحصل للمرضى بتصل من 5 ل 20% من الحالات، ودي statistics او احصائيه عالميه. ده حسب نوع العمليه، وحسب هل هي عمليه برايمري اول مره ولا ريفيجن. طبيعي ان المضاعفات المتوقعه في العمليات الريفيجن اللي هي عمليات تصحيح اعلى، لكن الارقام حقيقه في المضاعفات الكبيره زي النزيف او التسريب او الجلطات او الحاجات دي ارقام لا تتعدى 1 في 1000. انا بقول لحضرتك من واقع اللي احنا شفناه. ايوه، بس انا لما برجع للمرجعيه اللي بتقول المرجعيه هقول لك ليه. لان حضرتك ممكن تكون بتمثل مثلا طريقه شغل معينه او شريحه معينه من الجراحين اللي المضاعفات فيها بتبقى قليله، او ايديهم بتبقى عارفين ايه اللي يعملوه عشان ما يحصل بريفنشن او يمنعوا المضاعفات، ولكن غيرك ممكن ما يكونش بيعمل ده. فلازم البيشنت او الحاله تبقى واعيه لده، انه هي ليها حقوق بقى انها تفهم. مظبوط. اولا العمليه تتسجل، ثانيا زي ما حضرتك بتقول الادوات تبقى سنجل يوز او استخدام واحد فقط، بيستلمها قبل اثناء العمليه بتتسجل. بعد العمليه المفروض ان دي نفايات طبيه، دي بتترمى في نفايات طبيه. للاسف وشفت ده بيحصل في مستشفيات كتير جدا في مصر. الحاجات دي بدل ما بتروح النفايات الطبيه بتتغسل ويعاد استعمالها تاني علشان انا اطمن المريض بتاعي. للاسف دي كارثه موجوده في مصر، وناس كتير مش مصدقه ان ده بيحصل، الناس من غير المتخصصين. لكن المتخصصين واللي عارفين واللي شغالين في الجراحه واللي شغالين في التخدير واللي شغالين تمريض عمليات عارفين هذه الحقائق. يعني ممكن استلم ادواتي بعد العمليه؟ ده اللي انا بعمله. المريض بيستلم ادواته التاني تبقى في اوضته بعد العمليه. ياخدها بقى هو يكسرها بنفسه، يرميها في النفايات الطبيه من اوضته، يعمل فيها اللي هو عايزه. وتالت حاجه حضرتك قلتها مهمه جدا، اشوف انا رقم كام في الليسته او في طابور العمليات يوميها. يعني لو في اول 5 ماشي، بعد اول 5 ما انصحش. ليه؟ انتوا بتعملوا كام عمليه في اليوم يا دكتور؟ انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم ان في متوسط زمايل حضرتك. يعني مش المفروض ان انا بقول لحضرتك ان انا بهاجم ارقام معينه، بس يعني المفروض ان الجراح ما يقدرش يديليفر كواليتي، نفس الكواليتي اللي هو نفس الجراح بيشتغل بايده. غير ان هو يكون معاه تيم بقى وكل واحد بيعمل حاجه. لكن احنا تقول انا دلوقتي رحت للدكتور مصطفى عشان عايز الدكتور مصطفى يعمل لي عمليه بايده. طيب الدكتور مصطفى يقدر يركز في كام عمليه ويطلعهم بنفس الكواليتي ورا بعض؟ رقم يا دكتور 5. يعني انا لو سمعت ان الجراح ممكن بيعمل 10 في اليوم، اخلينا انا من اول 5. حضرتك ده في 15 و20. انا بطني وجعتني يا فندم والله. في 15 و20 في اليوم. على فكره مش في مصر بس، في بعض البلدان العربيه وفي بعض البلدان اللي في المنطقه كمان، لان الموضوع بقى تجاري وبقى فيه يعني بوشنج بشكل فظيع جدا لتكبير عدد العمليات باي شكل. طب زي ما انتوا كده واخدين بقى ثقه رهيبه وانتوا الحل الامثل للسمنه وكده، وانا بقول اللي انا قريته حتى في المرجعيه العلميه ان هو الموست ايفكتيف تريتمنت او اكتر حاجه دلوقتي مثبته علميا ان هي ممكن تقضي على السمنه حتى لو كان على الشورت تيرم في اول سنتين 3. 80% اكسس ويت لوس within 1 year. قول لي بقى حضرتك ليه اليومين دول سمعتكم بقت وحشه؟ من اللي انا بقوله. ما هو انا بقى عايزه اقول لحضرتك بقى ان ابتدت المضاعفات عشان السوشيال ميديا تاخد شكل وتاخد ترند. زي مثلا ابن الفنان جورج وسوف لما توفي ابتدى هجوم على جراحات السمنه. سمعنا كمان ان في اي حاجه، يعني لو جزء من المضاعفات وارد اللي هو موجود والنسب اللي قلناها في زي ايه بقى المضاعفات الوارده؟ وفي جزء اهمال من للاسف من مقدم الخدمه الصحيه، خلاص، سواء كان الطبيب او المستشفى كلها. وفي جزء ان المريض مش اوير هو يتابع ازاي. قول لي المضاعفات الدارجه اللي هي شايف حضرتك ان هي ممكن تحصل وتبلغها للمريض قبل ما يخش العمليه، ايه هي؟ انا على طول بحب افرق ما بين الاثار الجانبيه والمضاعفات. الاثار الجانبيه هي اللي دارجه ووارده جدا ومنتشره ولازم اقولها للمريض من قبلها عشان يحضر نفسه. زي ايه؟ خلاص، في عندنا ناس بيتفرجوا على حضرتك عايزين يعملوا العمليه بكره. اتفضل حضرتك. عايزين نفرق بين عمليتين، تكميم المعده وتحويل المسار. كل واحده لها نوع من الاثار الجانبيه اللي مرتبط بيها وشائع معاها. طب هم دول اشهر عمليتين؟ هم دول اشهر عمليتين. اشرح لي معلش دي ايه ودي ايه والفرق ما بينهم. تكميم المعده معناها ان احنا بنستأصل 80% من حجم المعده تقريبا، مما فيها جسم المعده وقبه المعده اللي بنسميها الفندس اند بادي اوف ذا ستومك، بهدف ان احنا نصغر حجم المعده فالمريض يبقى مجبر على تناول وجبه صغيره جدا. مجبر خصوصا الناس اللي بتاكل ايموشنال ايتنج، يعني هي بتاكل لمجرد الاكل. انا اكلت وكله تمام، بس شفت بعديها بنص ساعه شفت اكل تاني نفسي فيه فزودت. طيب عشان بس انا ابقى حاطه الحته بتاعه التغذيه مع حضرتك والناس تفهم صح. أيوة. معنى كده ان حضرتك قصدك الفوليوم ايترز، الناس اللي بتاكل كميات اكل بدون
كنترول او مظبوط. تحكم، مظبوط. فوليوم، كميه. فوليوم. فانا فوليوم دلوقتي واحد. باكل ايوه وبعد نص ساعه انا هاكل تاني وتالت ورابع بالظبط. وما عنديش تحكم في الكميات، ده بالظبط. يصلح لهذه العمليه. ايوه، وانا ربطت الاكل بحاجات معينه، انا قاعد اتفرج على الماتش فباكل، انا قاعد اتفرج على المسلسل باكل، وهكذا. طب ده ما يعملوش بعد العمليه انسلت او تروما؟ يعني هو دلوقتي كان الراجل بيرتاح بالاكل، حضرتك اديته نسفته مش عارف الاكل كان هو الريليف النفسي أيوة. بتاعهم. فلما احنا جبت له دلوقتي اكتئاب وانتحر. قفلنا عليهم ده فالبعض بيكتئب. خلاص لازم يبقى واضح، ما عشان كده لازم نبقى احنا بنشتغل من خلال مجموعه، لازم يبقى معانا دكتور السايكاتري. ايوه لازم يبقى معانا يعني دكتور. قصدك الدبريشن والاكتئاب والتوتر والقلق وفي بعض الدراسات ربطته بالانتحار، ده مرتبط بالحاله النفسيه بتاعه المريض وتقييمها قبل العمليه. صح؟ لازم قبل العمليه. انا اي حد بيجي لي عنده ميجور ديبريشن او عنده اي نوع من انواع السايكولوجيكال ديس اوردر، وخصوصا لو كان عنده هيستوري ان هو حاول ينتحر فعلا، انا عاده برفض العمليه. ايه ده، هو في جراحين سمنه بيرفضوا العمليه؟ هو لازم يبقى عندك حالات في مصر، لازم يبقى عندك حالات ترفضها، لان في مصر مفيش سيستم، مفيش بانل اللي بتاخد القرار على اساس علمي، فبالتالي انت بتاخد القرار على اساس علمي بضميرك. you have to filter you have to use ضميرك to filter. طيب مين تاني بترفض له العمليه غير اللي عنده مشاكل نفسيه او حاول الانتحار؟ وده طبعا لو هو ما اعترفش بيه، لان حضرتك عارف الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه ممكن ما تعلنش ده اساسا، بتجيب سايكايتريست من ضمن التيم بتاعك او طبيب نفسيه وعصبيه يعرض عليه هذا المريض. مين تاني تقول له لا ما تدخلش؟ التكميم احنا بنتكلم على التكميم. طيب الناس اللي عندها في التكميم، الناس اللي عندها حموضه وارتجاع، ده بقول له ما يعملش تكميم. لان تعالي نشرح العمليه عشان نقول احنا ليه بنعمل كده. هي العمليه احنا هنستأصل فيها 80% من حجم المعده، متبقى من المعده حجم صغير جدا. الحجم الصغير ده مميزاته ايه؟ انه بيجبره على وجبه صغيره. طب انا هاكل بقى زي ما انا متعود وهزود فهرجع، اوكي؟ فبقت العمليه بتخليه يرجع اجباري، فبالتالي هو خلاص ما بقاش بياخد الكالوريز اللي كان بياخدها. طيب دي حاجه. بس في المقابل حجم المعده الصغير ده بريشر جواه بالفيزيكس كده، فوليوم قليل بريشر عالي، بريشر عالي ده ضغط عالي حجم قليل ضغط عالي. الضغط العالي ده هيخلي الاحماض تتحرك من منطقه الضغط العالي لمنطقه الضغط المنخفض، فالحمض هيتحرك من المعده للمريء يعمل حموضه وارتجاع، فالاحماض تبقى موجوده في المريء اغلب الوقت، فعلى طول هو حاسس باحساس بالحموضه والارتجاع، وممكن كمان ميل للقيء حتى لو ما كلش. فدي من الاثار الجانبيه لتكميم المعده. هو لو اصلا عنده حموضه ما يخشش ما يعمل يخشش تكميم. ما ليه؟ يخشش ممكن يحصل ايه لو دخل؟ طيب لو هو اصلا عنده حموضه والمريء بتاعه متعرض لدرجات حموضه عاليه، وهو اصلا معدته الكامله موجوده، لما انا اصغر له معدته اكتر الحموضه هتزيد اكتر واكتر، والحموضه دي مؤذيه لجدار المريء على المدى البعيد. ممكن تعمل قرح، ممكن تعمل حاجه اسمها بارد ده ممكن يعمل تحول سرطاني بعد سنين طويله جدا. يعني ممكن اللي عنده ارتجاع وتوجه الى التكميم في يوم من الايام لو عنده استعداد جيني وراثي للسرطان يظهر سرطان. لو عنده استعداد. لحد دلوقتي ما فيش حالات ظهرت ماشي بس في العالم، بس نظريا ده وارد. طيب عندك حموضه بلاش تكميم. ايه تاني؟ لو عندك حموضه احسن لك تحويل مسار. تمام. طيب الحاجه الثانيه، التكميم ما بتمنعش الناس اللي بتاكل سويتس، يعني حلويات. انا باكل وجبه ضخمه جدا 4 كيلو مشويات، لما عملت تكميم بقيت باكل صباع كفته بالعافيه، حلو استفدنا. لكن لو انا متعود ان انا اكل سكريات، طب انا هعمل تكميم بعد ما كنت باكل صينيه بسبوسه بحالها هاكل واحده قد كده، وبعد نص ساعه واحده قد كده، وبعد نص ساعه واحده، فانا هاكل الصينيه بس على مدى اليوم. اصبح حجم المعده يسمح باني اكل حلويات متقطعه بالظبط، فهيديني نفس التكرار ده يوميا. انا بضحك على العمليه، هخس في الاول اصل انا صاحبتي عملت وخست هيخسوا في الاول. بس الابحاث بتقول تكميم طلع سنه 2000 بقى لها 23 سنه، في 23 سنه دول الابحاث بتقول ان 40% من الحالات بتزيد في الوزن تاني بعد مرور 5 سنين على عمليه تكميم. كم في المية يا دكتور؟ 40%. تزيد في الوزن ترجع لوزنها السابق؟ مش شرط ترجع لوزنها السابق، بس على الاقل بتطلع 10-15 كيلو، في بقى اللي بيركب الزحليقه لفوق تاني. يعني انت يا دكتور شلت 80% من معدتي ودفعت لك قد كده، وبعد 3-4 سنين بعد الهانيمون بيريود وانا خلاص مبسوطه وفرحانه اتخن تاني؟ ايوه، عشان كده الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا او في بعض حلقات التلفزيون للاسف ان الحل النهائي بدون زياده. العلم بيقول والامانه الطبيه بتقول والامانه المهنيه بتقول ان احنا اي حد هيخوض العمليه لازم نقول له ان تكميم المعده احتمال يزيد في الوزن تاني بنسبه 40%، خصوصا لو هو سويت ايتر، لو هو الناس بتاكل حلويات. جزاك الله كل خير. يبقى اللي بياكل سكر كتير، مدمن سكريات، عنده ارتجاع، ما يعملش تكميم. مظبوط. امال يعمل ايه؟ يعمل تحويل مسار. ايه يعني ايه تحويل مسار؟ ايه تحويل مسار؟ تحويل مسار اللي بيسموها تحويل مسار الكلاسيكي، هي دي اللي بيسموها الجولد ستاندرد او معيار الذهبي لجراحات السمنه المفرطه. العمليه دي طالعه سنه 69
بقالها قرب 54 سنه بتتعمل. على مدى السنين دي كلها كل ما العمليه كانت اقدم على فكره كل ما كان السيفتي بروفايل بتاعها اعلى، لان احنا عارفين ايه المشاكل اللي ممكن تحصل بعد 10 و15 و20 و50 سنه. طبعا الدراسات كل ما تطول كل ما بقى عارفه اكون راي علمي صحيح. بالظبط. فتحويل المسار الكلاسيكي عمليه اعتمدتها الامريكان سوسايتي اوف دايابيتس كعلاج لمرض السكر من النوع الثاني في مرضى السمنه المفرطه. لسه على لساني. تمام. يعني حضرتك شايف ان العمليه دي ممكن تشفي مريض سكري؟ عشان السؤال ده هيتسال لاستاذ مساعد حلو. سكر. تعالوا بقى نعمل فرق ما بين يعني ايه تشفي. اولا الشفاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى، هل هو شفاء دائم منقطع ولا احنا بندخله في كنترول؟ احنا بنعمل حاجه اسمها لونج تيرم جلايسيميك كنترول، يعني بنعمل سيطره على المرض وعلى مستوى السكر في الدم، بنأجل بإذن الله ظهور مضاعفات السكر ممكن 15 أو 20 سنة. ليه هي بتتعمل ازاي؟ يعني ايه اللي التقنية اللي بتعمل ده؟ ايه اللي بيتعمل؟ احنا بنعمل جيب صغير من المعدة تحت المريء يستقبل الأكل، فالجيب ده بيستقبل كمية أكل صغيرة برضو، بس الجيب ده بيفضي الأكل في الأمعاء مباشرة بعد الإثنى عشر. ليه؟ مرور الأكل على الإثنى عشر بيطلع مجموعة هرمونات بتزود مقاومة الأنسولين. مرور الأكل على الإثنى عشر بيساعد على امتصاص الأكل عالي السعرات. فاحنا لما بنعمل باي باس او بنتجاوز مرحله الاثنى عشر، الاكل بينزل من المريء لجزء من المعده للامعاء التي هي بعد الاثنى عشر مباشره. الاكل ما بيعديش على منطقه الاثنى عشر. اما ربنا خالقها ليه؟ تمام، خالق الاثنى ده، ما انت لا حضرتك تعالى لي بقى. أيوة. ربنا خالقها ليه؟ ليها وظائف ليها وظائف تمام. وظائف الاثنى عشر دي في مريض السكر بدات تختل، فاصبح تجاوزها بيحسن. يعني حضرتك قصدك ان اللي يعمل الباي باس او تحويل المسار هو مريض السكري فقط؟ بنرشحها لمرضى السكر اللي عندهم سمنه مفرطه، عشان ما يجيش مريض سكر عنده 70 كيلو يقول له اعملي تحويل مسار. بس هي موضه بيقول لك انا بيقولوا بتشفي، يعني ممكن اتشفي من المرض. لا احنا بنتكلم علميا والصح وحق ربنا يتعامل مريض السكر اللي عنده سمنه مفرطه اللي هو البي ام اي او كتله الجسم معديه ال 35 ويفضل كمان لو 40. خلاص تمام. هبقى مرتاح ضميري جدا لو مريض سكر والبي ام اي بتاعه معدي 40 وحاول بطرق غير جراحيه والامور ما جابتش معاه نتيجه في 6 شهور، انا هبقى مرتاح جدا ان انا بعمل له عمليه تحويل مسار. ده حضرتك الناس اللي عندها مقاومه انسولين وبتفرط في اكل السكريات داخل على سكر يعني. ايوه بالظبط، اللي هي بنسميها بري دايابيتس او مرحله ما قبل السكر. ايوه بس ده يعني اجريسيف قوي ان انا عشان هو عنده مقاومه انسولين، يعني لسه ده عرض مش مرض، الراجل لسه معيش ان انا اعرضه لعمليه زي دي. ما هو تاني هسال حضرتك، هو الاثنى عشر ربنا خلقه ليه؟ تعالي بقى ناخدها بالناحيه الثانيه. هو مش اجريسيف ان انا اعمل له تكميم معده واشيل له جزء من معدته الى غير لا ولا ده ولا ده. طيب امال انا فين؟ انا يبقى تحويل مسار ميزتها ان احنا ما بنستأصلش جزء من المعده. احنا الفندس بتاع المعده والبادي بيفضلوا موجودين، احنا ما بنستأصلهمش. حضرتك اصلا قصدك ان العمليه دي ريفرسبل، يعني ممكن ارجع في كلامي ريفرسبل بالظبط، دي ممكن تتعمل وممكن نرجع للطريقه الطبيعيه لكن التكميم لا. لكن التكميم لا، ريفرسبل. بالاضافه ان تحويل مسار الجزء اللي بيستقبل اكل البريشر جواه مش عالي، فما فيش حموضه وارتجاع، فمريض الارتجاع تحويل مسار نقدر نستعملها كعلاج له. اما يبقى حد عنده معامل كتله جسم عالي وانديكيتد لعمليات السمنه وعنده حموضه وارتجاع وعنده سكر، ده حياته هتتبدل تماما لو عمل تحويل. ده كانديديت او حد مناسب جدا ليه. بالزبط. ولكن حضرتك قلت عشان الموضوع ده هيمسكوا فيه الناس، مقاومه الانسولين ليست مرض. ليه انا اعرض صاحبها لعمليه زي دي؟ هنا انا بعرضه ان يحصل سوء امتصاص او لا امتصاص لكثير من المايكرو نيوترينز او الحاجات اللي هو محتاجها التغذويه عشان صحته تبقى كويسه. فانا الانسولين عرض من اعراض السمنه المفرطه او متلازمه الميتابوليك سندروم. بعض مرضى الميتابوليك سندروم احنا متفقين كتيم ان هم هيعملوا جراحه سمنه. خلاص المرضى دول تعالي نفلترهم بقى، مين يعمل تكميم ومين يعمل تحويل. لما بلاقي واحد من المرضى دول اللي انديكيتد للعمليات عنده انسولين ريزيستنس، ده يخليني اشجعه على عمليه تحويل مسار. يعني دلوقتي قرار اذا كان يعمل تحويل مسار او تكميم قرار حضرتك، لكن قرار انه اصلا عنده مقاومه انسولين ومحتاج تكميم او تحويل مسار ده قرار حضرتي. ما هو لازم كلامي صح ولا غلط؟ ما هو ده اللي بيحصل. بيهاجموني الناس كلها بتهاجم وبتقول ان احنا بنقول الكلام ده علشان انا بقى كمتخصصه التغذيه، عشان كنوع من انواع الحرب البارده على الجراحات السمنه، لان انتوا لو اشتغلتوا احنا مش هنشتغل. ده اللي بيتقال. هو اللي بيحصل، هو اللي حاصل دلوقتي ان احنا الاثنين شغالين واحنا متعاونين. شابو يا دكتور والله. طيب يبقى احنا كده قلنا الارتجاع، مقاومه الانسولين، سكري نوع تاني. الافضل لو هنختار، خلاص قررنا انه يعمل عمليه سمنه، هنختار يبقى تحويل مسار. طيب حضرتك بقى مضاعفات تحويل المسار، ايه الحاجه اللي برضو زي ما قلنا بتاع التكميم، ايه اللي المريض اللي يجي لي وما اقول له ما تعملش تكميم؟ الارتجاع. خلاص ايه المريض اللي يجي لي واقول له ما تعملش تحويل مسار وعمرك ما هتعملها ولا هلمسك؟ المدخن. المدخن
المدخن ما ينفعش يعمل تحويل مسار. ليه بقى؟ ايه خصوصا العلاقة؟ لو هيفي سموكر. ليه؟ اللي هو مدخن شره. بالظبط. الدخان اللي بيتسحب ده مش كله بيروح الرئتين، في جزء منه بيتبلع وبيروح المريء وبيروح المعده. في حاله تحويل مسار الدخان ده يروح فين بقى؟ هيروح الامعاء، ممكن يعمل قرح في التوصيلات اللي احنا عاملينها بين المعده والامعاء وتقلب سرطان. لا مش سرطان بس. لا دي ما بتبقاش قرح سرطانيه، بس هي قرح حاجه خطيره. هي قرحه في التوصيله، مش حاجه كويسه، بتعمل وجع، بتعمل ترجيع. القرحه دي لو اهملت تماما بقى بدون علاج ممكن تنفجر خلاص. طيب نسب القرح دي اقل كتير في تحويل المسار الكلاسيكي، اعلى كتير في تحويل المسار المصغر. ايه ده؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ تحويل المسار الكلاسيكي بيتعمل وصلتين، وصله بين المعده والامعاء، ووصله تانية بين 2 لوبس من الامعاء او بين جزئين من الامعاء. جزء هيمشي فيه العصاره الصفراويه وجزء هيمشي فيه الاكل، والاكل هيقابل العصاره الصفراويه في الامعاء. فبالتالي اكننا عملنا طريقين. اوكي، هي الموضوع محتاج رسمه ومحتاج طبعا معقد تمام جدا، ومعقد حتى في شغله، ومحتاج جراح عنده المهاره والخبره ان هو يعملها. فبقت ناس كتير بتكسل انها تعمل العمليه دي ورايحه لحاجه اسمها تحويل مسار المصغر. ايه المصغر؟ ان احنا بنعمل وصله واحده بس ما بين المعده والامعاء. الوصله دي اسهل، وقت اقل في العمليات، بس اللي بيحصل ان العصاره الصفراويه بتيجي في التوصيله، الاكل بيجي في التوصيله، لو هو مدخن التدخين كمان هيجي في التوصيله، فالتوصيله دي عليها حمل عالي جدا، ممكن يحصل له ارتجاع مراري، ممكن بيبقى عرضه اكتر للقرح. يعني حضرتك بتفضل عمليه تحويل المسار انا الكلاسيكي؟ انا شخصيا برشح تحويل المسار الكلاسيكي لمصلحه العيان. دي وجهه نظري الشخصيه، لان ده في برضه ديبيت جامد ما بين الجراحين، المصغر الكلاسيكي. في ناس بتعمل مصغر وبتقول ان هي احسن، بس بالعقل وبالعلم كده انا مش منطقي ان انا اجيب العصاره الصفراويه واحطها في فم المعده. لا، اخلي لوب من الامعاء هو اللي ياخد العصاره الصفراويه دي يبعد بيها عن فم المعده، والاكل يمشي هو اللي يروح يقابل الامعاء تحت في الامعاء زي ما ربنا خلقه بيقابل العصاره الصفراويه في الامعاء. طب في واحده عمليه كده جديده تشرحها لنا اسمها ساسي باين. ساسي إيه عباره الساسي ده؟ اولا ساسي لسه طالعه من 2 سنين بس، واحنا زي ما قلنا ان كل ما كانت العمليه اقدم كل ما كان عليها دراسات اكتر، وكل ما كنا قادرين نعرف ايه المشاكل اللي تحصل بعد كده. أأمن ان انا ابقى بالزبط. مع العمليات القديمه. بالظبط. فساسي بقى لها 2 سنين بس، فلو في مضاعفات هتحصل من الساسي بعد 20 سنه احنا مش عارفينها النهارده. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه هي؟ الساسي عباره عن تكميم، بنشيل فيها المعده عادي خالص. اول خطوه فيها تكميم. الخطوه الثانيه بيجيب الامعاء يوصلها، الامعاء بعد الاثنى عشر برضو يوصلها في المعده الرفيعه بتاعه التكميم دي. عمل 2 في 1 يعني. نظريا بهدف ايه؟ بهدف ان يعني ان الاكل هيمشي في الامعاء دي وما يروحش الاثنى عشر، فيحسن الجلايسيميك كنترول او يحسن السيطره على السكر ويقلل امتصاص السكريات. بس هو اكشولي الاكل دلوقتي قدامه طريقين بعد ما بيعدي في المعده الصغيره بتاعه التكميم، قدامه انه يروح يمشي في الاثنى عشر او انه يمشي في الامعاء. هيمشي في انهي فيهم؟ لحد النهارده مش عارفين. ايه ده؟ ما اعرفش اوجهه. ايوه لحد النهارده مش عارفين. ولكل الابحاث والدراسات ما انا عشان كده بقول الابحاث والدراسات اللي بتتعمل على الساسي ان هم مش لحد النهارده مش عارفين هيمشي في انه اتجاه اكتر. بعض المرضى يمشي فيهم هنا اكتر، بعض المرضى يمشي فيهم. فعلى اي اساس انا اقول للمريض ان دي احدث عمليه واحسن عمليه؟ ده انت مش عارف الاكل هيمشي في انهي سكه. لما احنا هنجرب عليه بقى ونشوف بعد 20 سنه هيحصل لهذا المريض ايه بقى. انا مش هجرب على المرضى بتوعي. ما هو بقى ده اللي بيحصل. ساسي ما بتعملش في اوروبا وما بتعملش في امريكا، ساسي بتتعمل في مصر والدول العربيه. حتى اكبر مركز في مكان محترم جدا وبرستيجيوس جدا في الخليج بيقول لك ده بيعملها الخواجات بيجوا يعملوها عندك في الخليج لان هو مش قادر يعملها في اوروبا. هو عايز يكتر الحالات عندك في منطقتنا العربيه، يجرب فيها، يطلع منها نتائج عشان يحاول يثبت بيها عمليته. يعني بلاش ساسي يا دكتور، ايه رايك؟ انا ما برشحش الساسي اطلاقا دلوقتي. طيب ماشي. معنى كلام حضرتك بعد شرح ال3 عمليات ان كل عمليه، او هنقول بقى ان هما عمليتين، عمليه التكميم وعمليه تحويل المسار بانواعها. الساسي حضرتك قلت لا، كل عمليه ليها الانديكيشنز بتاعتها او مين يعملها ومين يخاف يعملها، صح كده؟ احنا هنا بنعمل العكس بقى يا دكتور، بما ان الناس ممكن ما يوصلهاش ده عن طريق بعض الاطباء او الجراحين، يوصل لها ده عن طريق البودكاست بتاع حضرتك. لما تيجي تختار العمليه تختار ايه، ولما تيجي تختار الجراح تختاره ازاي، صح كده؟ طيب حضرتك يعني انا اما كنت بذاكر بقى دور التغذيه في جراحات السمنه، لقيت انه حضرتك بتقول 6 شهور قبل العمليه يتحول على متخصص تغذيه، وبعدها عشان احضره اصلا العمليه بعد اتخاذ القرار بحتاج ان انا احضره. التحضير بياخد حوالي شهر، وفي انواع كتيره وطرق كتيره لتحضير البيشنت او هذا المريض للعمليه. فاول رساله عايزين نبعتها للناس ان ما ينفعش ان حضرتك تبقى ماشي كده تلاقي اعلان جراح بيقول لك تعالى نعمل العمليه تروح طالع عاملها. لازم الجراح ده يقول لك ان روح اتجهز للعمليه. ده اللي طلع ده وقابل الجراح ده كويس. هو ممكن ما يقابلش الجراح اساسا، هو ممكن يشوف اعلان على السوشيال ميديا ويروح يعمل عمليه من غير ما يشوف الجراح اساسا. حلو قوي. هو بيحتاج شهر. انا عايزه حضرتك تجاوبني ليه، وانا هقول ازاي الشهر ده هنعمل فيه ايه. ليه الشهر ده؟ طيب الناس اللي عندها سمنه مفرطه بيبقى عندها تضخم في الكبد.
اوكي نتيجه تراكم الخلايا الدهنيه في الكبد. الناس فاتي ليفر اللي هو الكبد الدهني. فاتي ليفر الكبد الدهني الناس بتسميها بالعاميه كده دهون على الكبد. الناس متخيله ان دي دهون، دي طبقه كده فوق الكبد. واما بقول للناس احنا لازم نتحضر عشان الدهون على الكبد تقل، فبيتقال لي من بعض الناس يعني البسطاء ايه يا دكتور مش انت هتدخل خلاص يبقى شيل الدهون اللي على الكبد دي ومتخيلنا طبقه احنا هنشيلها. لا هو الموضوع مش كده، دي خلايا دهنيه جوه الكبد بتعمل تضخم خصوصا الفص الشمال من الكبد. ده جزء تكنيكال معايا بقى. انا المعده موجوده تحت الفص الشمال من الكبد، فلما الفص الشمال ده يبقى متضخم جدا ده بيصعب عليا انا الشغل تكنيكالي، بيقلل بنسميه الوركينج سبيس او المساحه اللي انا هشتغل فيها، ان انا ادخل فيها الالات الجراحيه والدباسه وهكذا. ما عنديش مساحه، لدرجه ان في بعض الحالات النادره جدا احنا ممكن ندخل ما نلاقيش مساحه اساسا فنوقف العمليه. وده واجه كل جراحين السمنه. وما يقولش على فكره، ممكن الجراح ما يقولوش انه علشان انت ما تحضرتش. الصح انه يتحضر يعني حتى لو الجراح ما قالوش وهو مصمم على هذا الجراح يروح شهر الاول يتابع مع دكتور متخصص تغذيه علاجيه عشان يقلل شويه من الدهون اللي في منطقه الاحشاء. بالظبط، صح خصوصا كده؟ بالظبط، خصوصا دهون الكبد. طيب اذا حصل وما قللش بيبقى معرض لايه؟ غير ان حضرتك بيعوقك ده. هو معرض لما تبقى ابورتد اساسا خلاص، او ان الجراح يتعافى ويكمل ويحصل مثلا اصابه للكبد، او ان العمليه تبقى الخطوات تكنيكالي اصعب كتير، فده بيزود احتماليه بيزود المضاعفات. أكيد. يعني أكيد. النزيف، التسريب، الحاجات دي بتزيد اكتر. كل ما كانت الخطوات اصعب وفيها ريزيستنس اعلى وحركه الالات اصعب، كل ما ده يعني مش هيخليها احسن نتائج. طيب الوسائل بقى، انا هقول ازاي الوسائل اللي احنا ممكن نقلل بيها الكميه الدهون اللي في الاحشاء. اول حاجه الادويه، احنا ممكن نستخدم الادويه اللي هي ضد الشهيه اللي هي موجوده دلوقتي في كل حته يعني. وممكن كمتخصص تغذيه ان انا اشتغل مع الحاله بدايت. الدايت ده بالنسبه لي بيبقى هو الوسيله الامنه الفعاله ان انا اقلل الدهون الحشويه. وبيبقى الدايت بنسميه هايبوكالوريك دايت او دايت قليل السعرات جدا، بيوصل من 600 ل 800 سعر حراري. ولكن طالعه موضه بقى ان انا احط له بالونه معده قبل عمليه التكميم او التحويل. يعني انا احط له بالونه معده تساعده ان هو ينزل دهون الاحشاء وبعدين ادخله العمليه الثانيه. هما لما طلعوا البالونه في اوروبا كانت الانديكيشن بتاعت البالونه مدتها قد ايه؟ 6 شهور. اغلب انواع البالونات مدتها 6 شهور، فكانت هي ال6 شهور اللي بيريفير فيها الاول قبل العمليه. يعني هو ده كان اصلا الاستخدام. ده كان الاستخدام بتاع البالونه، ان احنا ال6 شهور اللي هو هيقعد فيهم يعمل دايت قبل ما ياخد قرار عمليه اساعده بالبالونه. يمكن البالونه تسد نفسه مع الدايت اللي هيعمله، فممكن ما يعملش عمليه اساسا. فبيبقى الهدف من البالونه ان احنا احتمال ما نعملش العمليه اساسا. احنا عندنا بقى تم اساءة استعمال بالونه، واصبحت البنوته فاضل على فرحها 6 شهور وعايزه تتحشر في الفستان، فهتحط البالونه ماشي وتشيلها ايه قبل الفرح باسبوع، فيعني هتنزلها ل 15 كيلو تتحشر. والكبسوله المبرمجه يعني الكبسوله عباره عن بالونه. امال ايه المبرمجه؟ ولا في المبرمجه هي دخلت قالوا لي هم. لا الفرق الوحيد بين الكبسوله هما الاثنين عباره عن كره سيليكون بتتملى محلول ملح بتقعد في المعده من 4 إلى 6 شهور. البالونه العاديه اللي موجوده يمكن من سنه 2000 بقى لها برضو 20 سنه، دي عباره عن بالونه بتركب بالمنظار المعده والمريء. منظار بيدخل من الفم من المعده والمريء، نشوف جدار المعده والمريء ونحط البالونه ننفخها جوه، وبعد 6 شهور بندخل تاني نفضيها ونشيلها. فاحنا محتاجين ندخل ناخد بنج لمده 10 دقائق، هو بتبقى بروسيجر قصيره يعني 10 دقائق، وبعد 6 شهور هندخل ناخد بنج تاني عشان نشيلها. الكبسوله ما بنحتاجش البنج ده، الكبسوله بتتبلع والمريض صح. اسهل. بالظبط، هي عباره عن كبسوله، بس كبسوله كبيره قد عقلتين صبع مثلا. تخيل ان في كبسوله دواء قد عقلتين صبع، هيرميها في زوره. ايوه هيرميها في زوره ويقعد يبلعها. هي دي الكبسوله المبرمجه. خلاص، بتعمل اشعه يتاكد انها نزلت المعده، وبعد كده بتتنفخ. بعد 4 شهور الاحماض بتاعه المعده بتاكل جدارها، تفضى تتحول الى كيس فاضي خالص فيري سوفت، تنزل هي بقى في الستول. يعني يا دكتور انا معديه كده زهقانه من وزني، عايزه انزل لي 5-6 كيلو، اطلع للدكتور اقول له حط لي هات الكبسوله؟ امال ايه يا دكتور؟ حضرتك بتقول ان هي ببلعها الانديكيشن بتاعها صح بره. عشان ايه؟ علشان الناس اللي مش قادره تاخد تخدير. حد وزنه 300 كيلو يعني اللي بالتخدير اولى. ما انا بقول لحضرتك اهو تاني. الموضوع بدأ ازاي؟ انا خلاص البانل قررت ان انا هعمل عمليه ماشي، والمفروض ان انا هتحضر العمليه دي 6 شهور. في ال6 شهور دول احنا هنحط لك بالونه هتقلل شويه وزنك والكوموربيديتيز اللي عندك. طيب انت هتعمل عمليه تحويل مسار، العمليه دي تاخد 2 ساعات وقت. طب الراجل ده عنده كوموربيديتيز عاليه جدا ومش امراض اخرى مضاعفات يعني. بالظبط، وصدره ونفسه وقلبه، واحتمال 2 ساعتين التخدير يبقوا خطر عليه. طب هنعمل لك حاجه ب10 دقائق تخدير تنزلك وتخليك
تقدر تستحمل الساعتين. يا دكتور يعني انت ما بتعملش الكبسوله ولا البالونه للناس العاديين اللي مش داخلين تكميم؟ ايوه خلينا بقى ايه نتكلم في معلش، ده الانديكيشنز الموضوع- العلميه. خلينا أيوة. نتكلم في الانديكيشنز العلميه. خلاص حضرتك بتقول ايه؟ فده كان الايه الانديكيشن الاولاني. طيب طلعت الكبسوله عشان ايه؟ علشان برضو نفس الانديكيشن. لا ده انت مش هتاخد 10 دقائق تخدير، ده انت هتبلعها بس من غير تخدير اساسا. طيب الاستخدام بقى على ارض الواقع بقى في اساءة استخدام. بقى كل حد عنده 5 كيلو زياده عايز يبلع كبسوله. يعني حضرتك عايز تقول ان احنا مش المفروض اصلا نستخدم البالونه والكبسوله لغرض النزول الوزن الدائم؟ ايوه، انا لما بيجي مريض يطلب مني يقول لي اعمل لي كبسوله عشان انا عايز انزل 10 كيلو، اقول له لا، لو انت هدفك تنزل 10 كيلو انت تقدر تنزله من غير بالونه والكبسوله اساسا، لان هم ليسوا بدون مضاعفات. هي جسم غريب. ايه حط في المضاعفات المعدة. بقى؟ جسم غريب ممكن لو زي ما اغلب المصريين عندهم ميكروب حلزوني، الناس اللي بتاكل فاست فود كتير اغلبهم عندهم ميكروب حلزوني. الميكروب الحلزوني ده بيعمل قرح في المعده، فلما يجتمع الميكروب الحلزوني مع جسم غريب سيليكون قاعد في المعده، ده بيزود التهابات المعده وبيزود احتماليه قرح المعده. والترجيع. ده ابسط حاجه. غير ان وجود جسم غريب بيعمل، خصوصا في الاسبوع الاولاني، بيعمل ترجيع وحموضه وارتجاع وهكذا. طيب لو احنا استعملناها عشان نحضره لعمليه التحويل او التكميم، ده بيعمل ايه؟ وجودها لمده 6 شهور في المعده بيزود سمك جدار المعده جدا جدا، وبيخلي جدار المعده تعاملي معاه في عمليه التحويل او التكميم صعب وبايخ، ومحتاج دباسات بثكنس مختلف وبكوست حتى اعلى. وانا اقول الاكونت عندك ما فيهوش الكبسوله، ده كبسوله ماليه الانستجرام والتيك توك. يا سيدي انا بقول لك اللي بشوفه ماشي، والله. ما احنا يعني طول النهار دكتوره كبسوله المعده، دكتوره كبسوله المبرمجه. يعني يا فندم حضرتك تعالي برضو نفرق بين حاجتين. الكبسوله اللي بيتقال عليها كبسوله المبرمجه اللي هي بديل بالونه المعده، وبين الكبسوله اللي بتتباع في الصيدليات. كبسوله تكميم المعده عباره عن شويه فايبرز، قرص دواء مليان شويه فايبرز. يعني لما بيبلعوا قال يعني الميه الالياف دي تتنفش فبتسد. قول يا دكتور قول انا تعبت. ما فيش حاجه اسمها كبسوله تكميم المعده. ما فيش حاجه اسمها كده. طيب يعني حضرتك دلوقتي كجراح شايف انه كبسوله المبرمجه وبالونه المعده ليست حاجه فعاله وامنه لنزول الوزن الدائم. ممكن يحصل عليها اعتماديه، ده لو عدى ال6 شهور على الحاله من غير ما يحصل اعراض جانبيه. اول ما بنشيلها، وده اللي انا بشوفه شخصيا في العياده، البيشنت او العيان بيتخن يمكن اكتر من اللي هو كان فيه. كل حد هيخوض تجربه بالونه المعده او كبسوله المعده بشرح له الموضوع ده، ان هي ليست حل نهائي. انت مجرد ما معدتك فضيت منها، سواء نزلت في البراز او ان اتشالت، خلاص انت رجعت لنقطه الصفر. هتحافظ على وصلت له ولا لا؟ طب انت ممكن توصل منها لكام؟ 10 15 30. انا شخصيا عندي ناس نزلوا بيها 20 و30، وعندي ناس نزلوا بيها 3 كيلو، وعندي ناس زادوا عليها. وفي ناس ما زادوا فعلا. عندي ناس زادوا عليها. عندي ناس زادوا عليها ليه؟ رغم الشرح ورغم هكذا، لا انا حطيت بالونه فانا هشرب بيبسي براحتي بقى. طيب اذا احنا اتفقنا دلوقتي انه في دور للتغذيه قبل العمليه على الاقل لمده شهر علشان نقلل الدهون الحشويه. دورنا بقى بعد عمليه حضرتك انه في تدرج لدخول الغذاء او الاكل عند هذا الشخص اللي قام باي نوع من النوعين، يعني من اول الليكويد دايت او الدايت اللي هو السائل لحد ما بنوصل للنورمال دايت او الاكل الطبيعي اللي هو ممكن يبقى في خلال فتره مثلا شهر 6 أسابيع على حسب الحالة. الشهر الأولاني بيحتاج تدريج، بنحتاج الأسبوع الأولاني سوائل، الأسبوع الثاني أكل سوفت، الأسبوع الثالث أكل مفروم، آخر الأسبوع الرابع بنبدأ ناكل الأكل العادي بمعدل 4 معالق أو 5 معالق، وكل معلقة تتمضغ 20 مرة، وبعد كده هوقف على 5 معالق وما ادخلش أكل تاني غير يمكن بعد ساعتين. تمام. انا دلوقتي واحد بقى هروح ادفع لي قد كده في العمليات، ما هو مش تبع التامين ولا حاجه بقى. ما تجيش انت بقى كجراح تقول لي روحي اعملي دايت شهر علشان خاطر ادخلك العمليات. ما كنت اعمل شهر و2 و3 واكمل. حضرتك بتقول ايه؟ في ريزيستنس رهيبه او مقاومه رهيبه من الحالات لهذا الموضوع. انا واحد بقى لي 20 25 سنه عشان اخد اصلا القرار، عمري كله بعمل دايت، فانا مش متقبله اللي حضرتك بتقوله. حضرتك بقى بتعمل ايه في الحاله دي؟ هل الريزيستنس او مقاومه الحاله دي حضرتك بتستجيب لها، ولا رغما عن أنفه عشان تعمل العملية لازم يروح يعمل الشهر ده؟ احنا لما بنشرح وبنوضح للمريض الخطورة من ان هو يدخل العملية مش متحضر، المريض اللي بيفكر ويعقل خلاص. لكن المريض اللي عايز يأذي نفسه هنعمل له ايه؟ احنا يعني يخش نعم يخش المريض حتى لو هو رفض انه يعمل الدايت. لا انا ان ماي براكتس انا مفيش اي حد من حالاتي، مش بتكلم على حالات حضرتك، ما انا بتكلم على اللي بيحصل. انا ده اللي انا بواجهه، انا بقول لحضرتك اللي انا بواجهه. انا الناس لما انا المريض اول زياره بيجي لي العياده دي بنتكلم مثلا نص ساعه الا ربع في تفاصيل كتير جدا، من ضمنها ان لما هناخد قرار العمليه انت هتتحضر ازاي. يعني هو من حق المريض انه يشوفك ويفهم منك. ده لازم حضرتك. ايوه مش حد تاني. ايوه اللي هو الجراح اللي هيعمل له العمليه. طبعا كواليتي. احنا بنتكلم جوده. ده لازم.
طيب يعني حضرتك كده شايف انه المريض حتى لو قاوم حضرتك هتحاول معاه لاخر نفس علشان يبقى متحضر للعمليه زي دي. احنا حالاتنا كلها بتاخد وقت للشرح والاويرنس والكونسلنج، وبيبقى داخل فاهم كل الخطوات قبل وبعد ومتحضر ازاي. لا بالعكس، الناس بتستجيب معانا في التحضير. طب يعني معلش انا البيشنت لو جالي وحضرتك بعتهولي وده بيحصل قبل العمليه، انا هبتدي معاه بدايت زي ما قلت لحضرتك من 600 ل 800 سعر حراري، وهو الراجل ايه متحمس بقى عايز يخلص الشهر بتاعه علشان يروح يعمل عمليته، والراجل استجاب ودرجت له النشويات من اول 15 جرام في اول اسبوع لحد ما اوصل ل 145 جرام في الاسبوع الرابع. ده نوع من انواع الدايتات اللي موجوده ومثبت علميا في دراسه محترمه يعني ان هو بيجيب نتيجه. ما انا هقنعه يا دكتور ان هو ما يكملش معاك، ما عامل نتيجه هو اللي بيحصل من غير ما تزعل مني يعني. لا ما الراجل عامل نتيجه ما تكمل. ما يكمل يعني انت شايف ما انا عايزه اطلعها منك. ايوه. طب ده اللي انا بقوله لهم. طلعها منك يا دكتور. ده اللي انا بقوله لهم. انت مش الناس بيجيلك من عندي؟ ايوه يعني اللي انا اقصده انه البيشنت لو استجاب وخس وكان موتيفيتد. يعني انا هقول لحضرتك تجربتي مع حاله من الحالات. هو رجل اعمال جالي 30، الراجل ده جاي قال لي انا عايز اعمل دايت. طبعا انا اشتغلت معاه بالطريقه اللي فيها مودريشن الجميله، وراجل ما شاء الله خس خلال اسبوعين 3 كيلو، رقم مش قليل. هو بالنسبه له لا هو مستعجل، هو ما عندوش وقت يروح لدكاتره ويقعد في ويتنج اريا وبتاع، فقال لي انا عايز اخش اعمل تكميم. انا هقول لحضرتك انا هعمل ايه وعملت ايه معاه عشان ننقل للمشاهدين التجربه. قلت له طب حضرتك هتخش تعمل تكميم عشان تقلل حجم المعده، وبعد التكميم ورحت شرحه هتخش في المرحله الاولى في الليكويد دايت والى اخره اللي هو الدايت السائل. طب ما ايه رايك نعمل الليكويد دايت من غير ما تعمل العمليه ونشوف قدره حضرتك على التحكم بحاجه زي كده واحساسك لما تاخد الدايت السائل ده. احنا عندنا حاجه اسمها ميل ريبليسمنت، يعني الشركات الادويه بيعملوا لنا زي بدايل للاطعمه في شكل شيكس او البان بتدينا نسب معينه من الدهون والنشويات والبروتين. والراجل قال لي ايه طب اجرب. يعني لا يعني حضرتك تتخيل ان الراجل ده جرب فلا في اول اسبوع نتيجه مبهره بالنسبه له، انبهر، فقال لي طب اكمل. وطبعا انا درجت له دخول الاكل بالتدريج الى ان وصلنا ان هو بسم الله ما شاء الله خس 18 كيلو خلال فتره حوالي 4 أو 5 شهور، فخلاص ما احتاجش العمليه. هنا كلامي اللي عايزه اقوله، وحضرتك جراح وحضرتك قلت الكلام ده في وسط كلامك، انه مش شرط العيان اللي قرر يعمل العمليه انه يعملها، لازم الرجوع لمتخصص تغذيه علاجيه يساعده في اتخاذ هذا القرار بكل الطرق. اغلب الحالات اللي انا عملت لها عمليات لما بقعد ادردش معاهم كده بقى ونقعد يعني نشوف احنا وصلنا لنقطه ان احنا عملنا العمليه خلال قد ايه يا دكتور؟ 3 سنين. يعني حضرتك ممكن البيشنت يروح يجي عليك 3 سنين عشان ياخد القرار؟ هو ده بيحصل كتير جدا. انا لما بطلع ساعات الملفات عشان حتى الداتا بتاعتي، بطلع الملفات بتاعت الناس اللي عملت عمليات، بلاقي اول زياره تاريخها يسبق تاريخ العمليه ب3 سنين. طب وحضرتك دورك انك تعمل له جراحه، انت بتقنعه ليه وبتخليه يروح ويرجع ويروح ويرجع؟ الكلمه اللي حضرتك قلتيها يعني انا بقولها كتير قوي على فكره في العياده. انت بعد العمليه هتعمل 1 2 3. طب بص، ده النظام اللي بعد العمليه اهو، ما تمشي عليه يمكن ما تعملش عمليه. حضرتك كده جاي من المدينه الفاضله يا فندم. مش مدينه فاضله ولا حاجه. ما هو اللي بيحصل ايه؟ ما بيحصل الناس هتفتكرنا بنمثل والله. لا والله طب ما انا بقول لك اهو، ما الناس بتيجي حتى لو هيجي بعد سنه او هيجي بعد 3 سنين هيجي يعمل عمليه في الاخر. خلاص. طيب لو هو بقى خلاص يعني قدر انه يكمل ومش محتاج العمليه، خلاص. ما هو العلم بيقول كده، اللي يقدر انه يكمل وما بيبقاش محتاج العمليه خلاص ما يعملهاش. هو مش الهدف ان احنا نعمل عمليات وخلاص، الهدف ان احنا نقدم له الحاجه اللي تنفعه. لو هو راح وعمل دايت ونزل وما قدرش يمنتين ده بعد 2 أو بعد 3 ورجع تاني خلاص انا هعمل عمليه، وديناه واشتغلنا معاه 6 شهور وكويس قوي، وبعد 6 شهور لقى نفسه بعد 2 شهور انهار وخلاص انا هعمل عملية. هو ده اللي قعد 3 سنين ده هو جه يعمل عمليه ليه؟ ما هو في 3 سنين دول كان عنده محاولات قاسيه. خلاص بعضها نجح وبعضها فشل، وبعد كده خلاص بس بعد وصل لمرحله ان رجله مش شايلاه. أيوة. وصل لمرحله انه بقى مريض سكر، وصل لمرحله ان هو خايف ما يعرفش يربي عياله، فهماني؟ فخلاص هو جاي يحسن الكواليتي اوف لايف، جاي ينقذ نفسه من السكر ومضاعفاته. تمام. انا هسال حضرتك بعض الاسئله من المتابعين مهمه جدا بالنسبه لهم. بعد عمليات التكميم بيحصل صعوبه شديده في شرب الميه، السبب والحل. عشان كده انا ما برشحش ان عمليه التكميم هي احسن حاجه. هي اشهر عمليه في مصر والوطن العربي، لكن هي مش احسن عمليه. ده اللي بنقوله للناس. تكميم المعده فيها حموضه وارتجاع، فيها صعوبه في شرب الميه، فيها صعوبه في بلع الاكل خصوصا في المرحله الاولانيه. في ناس انديكيتد للتكميم وهم ما ينفعهمش غير كده، زي الناس اللي بياكلوا بالك والمدخنين ونوعيه معينه من الحالات. بس اللي هيعملوا تكميم لازم يدركوا حاجتين: التكميم ليست
بدون احتياج لفيتامينات مدى الحياه. التكميم احنا بنستأصل فيها جزء من المعده، الجزء ده بيطلع ماده الانترنسيك فاكتور، الماده المسؤوله عن هضم فيتامين بي 12. فبالتالي حضرتك بعد التكميم مش هتهضم فيتامين بي 12 طول عمرك، ولازم تاخده حقن طول عمرك. فيتامين ب فيتامين ب 12 لازم ناخده حقن مش اورال، حقن طول العمر، لان لو خدته قرص الجزء اللي كان بيهضمه اتشال خلاص. فلازم ده يبقى واضح. الكلام اللي بيتقال في حلقات التلفزيون وعلى السوشيال ميديا لتسويق العمليات انها بدون فيتامينات، لا، العمليه محتاجه ستريكت فولو اب، ومحتاجه حقن فيتامين ب 12 طول العمر. مش هتاخد حقنه كل يوم، هتاخد كورس مثلا شهرين 3 يعمل مخزون 6 شهور ولا سنه، وبعد كده ترجع تاخده تاني وهكذا. تمام. طول العمر. تكميم المعده محتاجه حقن بي 12 طول العمر، محتاج ادويه حموضه مضاده للحموضه والارتجاع احتمال عند بعض الحالات طول العمر. في ناس بتبقى واللي ليها مضاعفات برضو ان انا اخدها طول العمر. طبعا في ناس بتبقى الحموضه والارتجاع في الاول بس، وفي ناس الحموضه والارتجاع بتبقى مزمنه معاها ومحتاج ياخد الادويه دي طول العمر، لدرجه ان بعضهم بيجي يحول عمليه التكميم لتحويل مسار عشان يعالج الارتجاع بس. ايه ده؟ هو انا ممكن اعمل تحويل مسار بعد التكميم؟ ممكن يتعمل تحويل مسار بعد التكميم. وبعد ما اعمل تحويل المسار وفشلت ممكن اعمل حاجه ثالثه؟ في حاجه اسمها ديستاليزيشن، تحويل التحويل. وبعد التحويل هنروح فين بقى؟ مش عارفين نعمل ايه. لا، ما انت هتخترعوا لنا حاجه رابعه اكيد. مش هتسيبونا. طيب هنا الميه مشكلتها في موضوع الحموضه يعني هو عشان عنده الريزيستنس، المقاومه العاليه من المعده الصغيره. الحاجه الثانيه ان كثافه الميه قليله، فالميه بتقف في منطقه فم المعده. ده احنا عايزين حاجه تقيله محتاجين حاجه تزقها. طب نعمل ايه الحاله دي بقى؟ ايه ده؟ عشان كده بنغير كثافه الميه، يعني يشربوا ميه ديتوكس، يشربوا ميه قلويه، يشربوا ميه غير الميه العاديه. ده الحل. طب السكر اللي بيوطى مع تحويل المسار ولا التكميم؟ الاثنين. ده دامبنج معناه ان السكر بيوطى بعد ما اكل حاجه سكريه. المفروض هو العكس، المفروض ان انا لما اكل حاجه سكريه على لا، اللي بيحصل ان السكر بيوطى. طب ده بيقول لك في نوعين من الدامبنج، ايرلي وليت، يعني اللي هو السكر بعد العمليه على طول، او بعد عادة اللي بيحصل على طول، او بعدها بفتره. اللي بيحصل في جراحات السمنه هو الايرلي دامبنج. اللي هو ان ان الاكل بيروح على الامعاء بسرعه جدا، فالبنكرياس بيستجيب لده انه يطلع انسولين عالي جدا فيهبط المريض. فالحل في ده انه ما ياكلش سكريات على معده فاضيه، لازم يبقى اكل قبل السكريات دي بروتين، عشان البروتين ده بيعمل بيعمل ديليد جاستريك امتنج، او بيبطئ تفريغ المعده. طب يا دكتور، ليه في فرق في الشكل والصحة ما بين المريض اللي بعد التكميم ومريض بعد تحويل المسار؟ بمعنى بيبان قوي ان انت عامل تكميم، يعني بعد بقى 2-3 ببدأ احس ان هو شخصيا بيحس، مش 2-3 ده كمان ابدر من كده، ان انا حصل لي ترهل كده في الجلد، صعوبة شرب المية والجفاف من اكتر العوامل اللي بتعمل كده. عشان كده احنا بالظبط ودول موجودين اكتر في التكميم. خلاص. فعشان كده فاحنا عشان كده بنقول ان لازم تعمل حسابك انك مش هتزهق من شرب المية، ان على طول جنبك ازازة قاعد تشرب كل شوية حتى لو مش عطشان. يبقى ما شربتش ميه بعد التكميم او تحويل المسار هتعجز وجلدك بالظبط. الاحتماليه اكتر في التكميم لان البلع فيها اصعب شويه. في حاجه تانية بتحصل طب بتخلي الانسان ضعيف، عنده وهن، مقتب، حاسس انه تعبان، هي ايه؟ ضعف العضلات بصفه عامه. فعشان كده انا لازم يبقى وجبتي فيها بروتين، لازم ابقى قادر اكل بروتين. فبرضه في تحويل مسار الناس بتقدر تبلع البروتين بسهوله، في التكميم ما بيبقاش بنفس السهوله. فمريض التكميم محتاج ان هو يبقى يعني بطل معانا شويه كده ويجي على نفسه وياكل بروتين. وفي الاول ممكن ما يبقاش قادر ياكل بروتين في شكل لحمه وفراخ وسمك، بس هياكله في شكل بروتين شيكس، وده بيبقى دور دكاتره التغذيه معانا في ان هم يحسبوا له جرعات الحاجات دي، وان هو يلعب رياضه. يلعب رياضه، ما بياكلش، لازم يزود كتله العضلات. اللي هو ازاي بقى؟ انا ما باكلش، ما عنديش طاقه، حضرتك منعتني اكل، انت اصلا وجودك في حياتي قفل بقي، مفيش طاقه داخليه لي، تقول لي اعمل رياضه؟ ايوه يقدر يعمل. انا اصلا باجي لك تعمل لي العمليه عشان ولا تقول لي اعمل دايت ولا العب رياضه. فايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ رياضه ايه؟ العمليه ليست بديل عن اللايف ستايل، العمليه خطوه هيتلوها لايف ستايل. لا، انا بعملها وبدفع فلوس عشان اخلص، ما حدش يقول لي اعملي دايت وتحركي واعملي رياضه. لا، دي اللي فاهم كده فاهم غلط. طب ما لو على كده ما اعمل رياضه ودايت من الاول من غير ما اجيلك. طيب ما انت عملت رياضه ودايت 2 ورحت للدكتوره نيلي واستجبت معاها في اول 6 شهور، وبعد كده رحت بوظت نفسك تاني. هيجي لي تاني ثالث ورابع، وبعد كده بعد 3 سنين بلاقي جاي يعمل عمليه. من اكتر اسباب ثبات الوزن بعد عمليات التكميم وتحويل المسار هو قله الاكل. يعني هم البيشنتس برضو دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تعرفها، بيوصلوا لمرحله ان هم بيقارنوا ما بين كميه الاكل اللي هم بياكلوها بعد كام شهر من العمليه وبعد العمليه مباشره، فهو بيحس بينه وبين نفسه ان هو زود في الاكل. أيوة. فبيجيله فوبيا. مظبوط. ان انا عامل العمليه فازاي هاكل الاكل ده؟ عشان كده بنطمنهم بعد العمليه ب3 شهور اكيد اكلك هيزيد. ايه ده؟ هو هيتابع معاك؟ معانا احنا. حضرتك بتعمل متابعه؟
يعني اللي بيعمل عمليه اللي التكميم او تحويل المصير مع حضرتك أيوة. او مع اي جراح ماشي بالعلم يعني المفروض يتابع ازاي انا شخصيا في اول شهر لازم اشوف كل اسبوع. خلاص عدى اول شهر على خير ومفيش المضاعفات اللي بنخاف منها، النزيف والتسريب والحاجات دي، والحمد لله بفضل الله بقت شبه منعدمه تقريبا مش موجوده. ببقى بشوفه مره كل شهر لمده سنه على الاقل. سنة على الأقل. طب هو ممكن النزيف يحصل بشكل متأخر؟ في حادثة كده حصلت على السوشيال ميديا والناس ربطتها بعملية التكميم، إن في عروسة عملت تكميم قبل زفافها بشهر، وأثناء الفرح جالها نزيف وبقت بتنزف يعني بترجع دم وتوفاها الله، ربنا يرحمها يا رب. هل ده ليه علاقة بيكوا يعني؟ النزيف لا، النزيف من المضاعفات اللي بتحصل أول أو تاني يوم العملية. خلاص. التسريب لا قدر الله لو حصل بيبقى مثلا من 5 أيام لأسبوع. طب ممكن يكون مثلا في حاجه ما طرعتش قبل العمليه ادت الى ان يحصل لها لو حد بقى لا يعني طبعا الحاله دي احنا مش عارفينها ومش عارفين تفاصيلها يعني. بس يعني بصفه عامه اي مريض هيعمل اي عمليه، ده لو عامله زايده او عامله اي حاجه وعندها ميل للنزيف بليدنج تندنسي او كلوتينج فاكتورز او معاملات التجلط عندها فيها اختلال او في ضغط نفسي عالي جدا وحصل قرح ادت لنزيف، حاجات مختلفه. في بعض امراض الجهاز الهضمي اللي بيجي زي كرونز او ألسرف كولايتس، بعض الامراض بتجيب نزيف من القولون، الموضوع بعيد عن المعده خالص، فهماني؟ لو حد عنده حاجه من دي هو كان هيحصل له نزيف سواء عمل عمليه او ما عملش. فالمفروض ان المريض بيتقيم تقييم كامل. مفيش حاجه اسمها ان انا عملت العمليه بالواتساب، ما ينفعش. مش معقول ده بيحصل يا دكتور؟ للاسف بيحصل. طيب دلوقتي يا دكتور نرجع تاني للويت ريجين. يبقى اول حاجه ان العضلات بتتكسر نتيجه عدم مراعاه الحاله، انها تاكل كويس، تاخد طاقه بشكل مناسب، ده مهم جدا. ومهم جدا انها تاخد على الاقل من 1 ل 1.2 او 1.5 جرام لكل كيلو بروتين في اليوم، اللي هو تقريبا لو احنا هنتكلم في المجمل من 60 ل 80 جرام في اليوم بروتين. 60 ده وزنه 60 و80، لكن عامل جراحات سمنه وزنه 150. ما هو احنا في حاجه اسمها ايديال بادي ويت وادجستد، يعني مش عايزين نخش في التفاصيل العلميه، بس اقل حاجه في اليوم ياخدها من 60 ل 80 جرام بروتين. ده انا كده طيب بقى، ده انا بقول لهم 200 جرام بروتين على حسب بقى حاله المريض وعلى حسب وظائف الكلى عنده والدنيا، ما هو عشان كده التغذيه تخش معاك بقى. الحاجه التانية المهمه جدا الحركه، قلتها. هم ما بيتحركوش، هم بيبقوا اعتماديين على قله الاكل وبيطمنوا لما ما بياكلوش. بعضهم نلتمس لهم العذر لان فعلا بيبقى واصل لمرحله ان مفاصلهم مش شايلهم، بس جاست ان هو العمليه تذيب الجليد ويعدي عليه 2-3 شهور، وبعد ما كان وزنه 150 بقى 120 مثلا، اللي هو بال 120 قادر يتحرك، لكن بال 150 كان قاعد. فبعضهم بلتمس لهم العذر لان ببقى شايف حالتهم، لكن الاعم الاغلب اللي ما عندوش مشكله في العمود الفقري والركبتين تمنعه من الحركه، انا بقول له يقدر ينزل جيم كامل بعد العمليه بشهر. بعد العمليه بشهر يعمل ايه في الجيم؟ يعمل كل حاجه، يعمل كارديو، ويعمل كارديو، يعمل ويت اي عمليه فيهم عادي، اي عمليه فيهم. طيب من الحاجات برضو الثالثه اللي ممكن تؤدي، او السبب الثالث اللي يؤدي الى ثبات الوزن، نفسيه المريض بقى. زي ما قلت لحضرتك او حضرتك يعني قلت لنا ان احنا لازم يتقيم المريض سايكايتريك وايز او من نفسيا قبل العمليه. ففي مرضى بيخشوا بعد العمليه في الديبريشن اللي هو الاكتئاب، التوتر والى اخره، فمبقاش عنده الموتيف ان هو يقوم يتحرك. فده من الحاجات اللي بتخليه العضل عنده يتكسر ويخش في الويت ريجين. في نوعين في الريسبونس النفسي شفناهم. كان الاكل هو الريليف بتاعه، هو متعته الوحيده في الحياه وما كانش عنده اي هوايات تانية، فلما بنقفله له او بنقلله له بيدخل في اكتئاب. وفي النوع الثاني النتائج حسنت ثقته بنفسه، حسنت شكله، وحسنت حياته، وراح الجواز، فبيبدا وات ايفر والله دي دراسه، خلي بالك ان الجواز معدله الجوازه الثانيه بالظبط. فبيبدا انت كده اتكلمتي على الرجاله، الجوازه الثانيه الست بتطلق والله دي دراسه وحياه ربنا. ما هو ده مظبوط. الستات اللي تيجي تقول لي اعملي العمليه، اصلا لو ما عملتش عمليه هتطلق. خلاص معلش حضرتك هتعملي عمليه وهتطلقي برضه. فهو الموضوع ان ما تربطيش طلاقك بالعمليه، لا العمليه هتحسن الدنيا، بس اللي ناوي يطلق هيطلق برضه. فاحنا برضه الاسره دي كيان يعني، ورباط الزواج ده رباط مقدس، ما قلب عليها بعد ما تخنق ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاه رباط مقدس. فاحنا ما نلعبش بيه بالبساطه دي. هو بيلعب بينرجسي ماسك في العيب وبيقول لها تخنتي وهتجوز عليكي وكده، فبتضطر ان هي تلجأ لده. طيب يبقى احنا هنقول نفسيته. الحاجه اللي بعد كده هي الهايدريشن، زي ما حضرتك قلت، شرب الميه برضو لما بيقل وبيفضل قليل فترات طويله، الجفاف ده ضد الحرق تماما وضد العمليات الحيويه. طيب الالياف بعد العمليه مهمه جدا وليها ريكومنديشن يعني. مظبوط. قله الالياف ممكن تؤدي الامساك وتعمل ديستربنس في تفريغ الجهاز الهضمي، فعشان كده احنا برضو بنشجع على طول ان لازم يبقى فيه الياف، ولازم يبقى فيه فاكهه، ولازم يبقى فيه. ده طالع موضه الكيتو بعد العمليه؟ لا انا بقول لحضرتك الكيتو لا قبل ولا بعد ولا من غير. الكيتو incompatible with life.
ولا من غير؟ طب بس الناس يعني ايه اللي مش هيعمل عمليه ما يعملش كيتو يا جماعه؟ ازاي بقى حضرتك جايب الكلام انتوا ادرى مني بقى، ده الترند دلوقتي. انتوا ادرى مني بالكلام ده. كيتو دي جايه من ايه؟ جايه من الكيتون بوديز. مريض السكر لما بيدخل في حاله اسمها دايابيتيك كيتو اسيدوزس، دي حاله يعني بتبقى خطر جدا. لا في فرق بقى، في العنايه الناس الباحثين ما بين الفسيولوجيكال كيتوزز ودايابيتيك كيتو دي حاجه طبيعيه ودي حاجه مرضيه. فاحنا نعمل حاجه فاحنا نعمل حاجه طبيعيه شبه المرضيه. هتتهاجم انت؟ طيب اخر سؤال، او هنقول زي ريكومنديشن او توصيه حضرتك، رساله تبعتها للناس اللي مقدمه على انهم يعملوا العمليات، ورساله تبعتها للي عمل اوريدي العمليه. اللي مقدم انه يعمل عمليه هنصحه بمنتهى الوضوح والامانه كده، اذا فكر مع نفسك، انت نفذت كل المحاولات التانية واستنفذت كل الطرق غير الجراحيه ولا لا؟ بص على اخر سنتين من عمرك، شفت عملت فيهم كم محاوله جد. رقم 1. رقم 2 للمقبل على العمليه، ما تنتحرش بالعمليه. خلاص، اللي بيروح يعمل عمليه رخيصه، اللي بيروح يعمل عمليه من غير ما يشوف الجراح، اللي بيروح يعمل عمليه بادوات مستعمله، اللي بيروح يعمل عمليه في وسط 20 عيان تاني، اللي بيروح يعمل عمليه وهو مش عارف هيشوف الجراح ده تاني ولا لا. جراح بيجي من اقصى صعيد مصر يعمل عمليه في اقصى شمال مصر، وتاني يوم هو في اقصى صعيد مصر تاني. خلاص، انت بتنتحر بالعمليه. طب اللي عملها المفروض يبقى عارف ان هو حتى لو عدى عليه فتره طويله، يا ريت تروح تعمل تشيك تاني مع الجراح بتاعك والتيم اللي معاه لو قادر توصل له. لو مش قادر توصل له، دور على اقرب حد بيشتغل الحاجات دي ومعروف ان سمعته كويسه وعنده امانه مهنيه، واعرض عليه حالتك وهو هيبدا يوجهك. هيقول لك، هيعمل لك تقييم وهيشوف انت محتاج ايه دلوقتي. كويس، انا محتاجه تقييم بعد العمليه كل فتره. هو مفيش مانع ان احنا حتى على الاقل كل سنه نعمل شويه تشيك. طب ودور التغذيه مع حضرتك في عجاله كده؟ دور التغذيه ده اساسي. دور التغذيه اساسي. دور التغذيه في التحضير قبل العمليه، دور التغذيه الاول، دور التيم كله سواء تغذيه او سايكاتري او اندوكراين في البانل. خلاص، وبعد كده البانل قررت ان احنا هنعمل عمليه، فالعمليه ليها تحضير. مفيش حاجه اسمها دكتور يلا انا مستعجل يعمل لي عمليه بكره، مفيش الكلام ده. حتى اللي بيجي لي مسافر من بلد تاني بحاول اعمل له التحضير حتى لو مكانه، يسيك اي حد عنده وهكذا، يشوف يحضر نفسه. خلاص. ودور التغذيه بعد العمليه؟ دور التغذيه بعد العمليه اساسي. انا رايي ان دور الجراحه بعد العمليه هو اول شهر. الشهر الاولاني نطمن ان كل حاجه التأمت كويس، ده مهم جدا كجراحه وتغذيه مع بعض. بعد اول شهر انا شايف ان دور التغذيه اهم. اسالني سؤال يا دكتور مصطفى. في الموضوع بتاعنا ولا بره الموضوع بتاعنا؟ لا ده حاجه سؤال فضولي. حاجه ترجع لك. اولا انا عايز احييكي يعني، وانا فخور ان انت دفعتي. سيبكم الشعر الابيض يا جماعه، انا سابق ابيض احنا صغيرين. ماشي. فضيحه دي فضيحه. ثانيا لو هسالك سؤال هقول لك، هو سؤال ليك انت شخصيا بقى بعيد عن المجال يعني او عن التوبيك. ازاي قدرتي توفقي ما بين كونك طبيبه ومذيعه وتيك توكر او خلينا نقول انفلونسر؟ الإجابة اللي تبان تقليدية وهي مش تقليدية، والله ده اللي بيحصل. تنظيم وقت، سبورت كبير جدا من المحيطين بيا، اولهم زوجي ربنا يكرمه، وجود ناس في حياتي بيساعدوا بشكل يليق بالسكيلز او مهاراتهم هم. انا عندي الحمد لله فن وشطاره في اختيار الناس اللي بتشتغل معايا، فكل حد بيعمل حاجه ايفن حتى لو قربنا من حياتي الشخصيه هتلاقي في حد مسؤول ان هو يخلص لي 1 2 3 4. مستحيل انا اكون بعمل كل ده، فهو يعني تيم بلس سبورت، وفي الاخر كل ده تحت مظله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى مش اكتر. ما شاء الله، وربنا يديم النجاح والتألق. ربنا يكرمك يا دكتور مصطفى، وانا كنت سعيده جدا جدا، وقابل اللي هيحصل بعد ما البودكاست ده يتذاع. اهلا وسهلا، وخلاص مفيش اهلي وزمالك، احنا منتخب مصر. انا ومصطفى. شكرا جزيلا ليك. شكرا.